كان يبقى شخص واحد في البلاد يحيي الضمير، حميدة واللعابة حميدة وبقاو حميدة. الأمور ما تمشيش للخير، الأمور ما تمشيش للخير، الأمور ما تمشيش للخير. يعني كانت قضية غزة الناس تقتل يوميا، ما شافوهاش بأنها الناس تقتل يوميا أكثر من شهر باش مجلس الأمن يجتمع باش يقول الحرب هذه لازم نشوف كيفاش نوقفوها ولا. يعني وكان كانت في إسرائيل هذيك المقتلة هذيك المجزرة خليوها ساعة واحدة تبقى، خليوها ساعة واحدة تبقى. ولهذا يعني الحقيقة في الوضع اللي احنا فيه في موقف دفاعي بالنسبة لهذه القوى المهيمنة اللي عندها مخططات نخشاها جدا. نكونوا حذرين ونكونوا حكماء وما نعرضوش بلادنا للخطر، لكن في نفس الوقت ما نخليوش الإهانة تنزل علينا أو نضرب بأننا جبناء. لا، الشعب الجزائري ماهوش جبان، الشعب الجزائري ماهوش جبان. لا ما حد ما يعطينا طريحة لا في 63 ولا في 99. حد ما يعطينا طريحة. الجزائر مشهورة بأنها تعطي الطرايح. والمنطق هذا ما يلزمش يكون المنطق هذا في المغرب العربي معروف. تاريخ المغرب العربي معروف، وما زال في بلادنا من الإخوان اللي صنعوه كانوا في مكتب المغرب العربي ويعرفوا تماما واش كانت من اتفاقيات بين أخطار المغرب العربي، ويعرفوا شكون اللي جرى الاستقلال الأول وش كان اللي جرى الاستقلال الثاني على ظهر وعلى حساب الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ما بركش وما رنداش، بل الشعب الجزائري عطالهم أوراق باش يزيدوا يقووا الاستقلال نتاعهم. الشعب الجزائري اعطالهم ليهم، واعطى القارة الإفريقية واعطى الأقطار عربية أخرى أوراق باش يستقلوا. الشعب الجزائري ما يعطيولوش طريحة. الشعب الجزائري ما فيش حد يعطيله طريحة، وما فيش حد يعطيله طريحة، وقادر هو يعطي الطرايح. لكن هذا كابوس نتاع تاريخ. احنا نفضل نسامح، ندور الأوراق، ما ننساش، نسامح لكن ما ننساش باش انت ما توقفش وتقول حقرونا. لا، ربما قالها رئيس الدولة حين ذاك في اندفاع قوية، قال حقرونا من منطلق أن ما كانش عندنا طيران ولا دبابات ولا كنا عاد جيش تحرير. أنا نعرف الدنيا مليح هنا. كل ما يكون إنسان حلو كل ما يلزم تكون على يقظة، لأن في حاجة مخبية وراه. رجل على رجل وركبة على ركبة، والقار الآخر وقهيوة وشوية نتاع دامينو وشوية نتاع بلوط
وشوية تاع رملة. وربك الكريم هو الرزق. انت محروقة من دون ما تعرفي، لكن أنا محروق لأنني نعرف، وكل يوم نزيد نتعلم ونعرف. ولكن المهمة نتاعك والمهمة نتاعي يختلفوا في شيء. انت تعبر على الحرقة نتاعك فقط، وأنا مسؤول أمام الله والعبد. أنا مسؤول عن الله أمام الله والعبد، والحرقة نتاعي تقتضي أن نجمع الشمل، أن أجمع الشتات. وأنا لا أقبل من أحد أن يشوه سمعة الجزائر ولا سمعة الإسلام. لكن أبقى متفائلا، لأن يد الرحمة بدأت تنزل على قلوب الشعب الجزائري. شعرت أن الناس اللي كانوا متشدين في مواقف هداهم الله تبارك وتعالى لفكرة الوئام المدني. ومن بعد ما قبلوا فكرة الوئام المدني قلنا الوئام الوطني. ومن بعد ما هضموها قلنا المصالحة الوطنية. وعلاش لا؟ طيب، تصفيقكم يدل على أنكم أكبر شعب وأعظم شعب وأحلم شعب. خلق فوق الأرض. ولو خيرت أن أكون من شعب الله المختار لطلبت من الله تبارك وتعالى أن يخلقني مرة أخرى جزائري. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاش من عرف قدره. والله يا جماعة الخير، لا رقصت بزاف في الراس ورجلين ما قدوها. شكرا على هذه الثقة وشكرا هذا الحماس. بودي أن أخاطب شباب الجزائر من خلال شبابي، أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر كما تتربص بغيرها من البلدان العربية والإسلامية. فالشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل الاستقلال، وضحى كذلك في حرب أهلية كانت تكاد تأخذ صدورها، لا بد أن يبرهن مرة أخرى على أنه على كل شيء قدير بعد الله تبارك وتعالى. شكون هو كريم بالقاسم؟ شكون هو عبان رمضان؟ شكون هو زيغود؟ شكون هو بلبل عيد؟ شكون هو حواس؟ شكون هو عميروش؟ لا بد أن نبحث عن ماضينا. وإذا طاحت بنا الأيام الدوام لله. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. القوة المادية ما تقهرناش. نحن نؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر. نحن نعتصم بالله، نحن نعتصم بحبل الله. والله ما فيش قوة مادية في العالم تقدر تقهرنا. ما فيش قوة مادية في العالم. واللي يعقل على بومدين يعقل على غزالي يوم كان والينا. دولة القانون يا سادتي الكرام، دولة القانون ماهوش غير اللي يجي يقعد على الكرسي ويقول قيم نوفمبر. قيم نوفمبر مقدسة ولا يعرفها إلا القليل، لا يعرفها إلا القليل من أبناء الجزائر. ويشهد الله تبارك وتعالى على أننا نعرف تاريخ كل رجل، تاريخ كل فرد،
ماهوش من أول نوفمبر، من قبل أول نوفمبر دخلنا في لعبة نتاع الناس اللي يتعلموا الحجامة في راس اليتامى. دخلنا في لي شيف ديتا ستاجير. سامحوني، لكن الحمار إذا سلتوا على باباه يقول لك خلي العود. وأرضنا الطيبة قادرة تعيشنا وتعيش أكثر منا. وإلى نشف البترول والغاز، سواعد الرجال وسواعد النساء قادرين باش يمشيوا القطار ويدزوه بيديهم. انتم تخرجوا من بلادكم وتمشوا لأي بلد وتعملوا المعجزات. لا ما حد ما يعطينا طريحه لا في 63 ولا في 99. حد ما يعطينا طريحه. الجزائر مشهوره بانها تعطي الطرايح. والمنطق هذا ما يلزمش يكون المنطق هذا. المغرب العربي معروف، تاريخ المغرب العربي معروف، وما زال في بلادنا من الإخوان اللي صنعوه وكانوا في مكتب المغرب العربي ويعرفوا تماما واش كانت من اتفاقيات بين أخطار المغرب العربي، ويعرفوا شكون اللي جرى الاستقلال الأول وش كان اللي جرى الاستقلال الثاني على ظهر وعلى حساب الشعب الجزائري. الشعب الجزائري ما بركش وما رنداش، بل الشعب الجزائري عطالهم أوراق باش يزيدوا يقووا الاستقلال نتاعهم. الشعب الجزائري اعطالهم ليهم، واعطى القارة الإفريقية واعطى الأقطار عربية أخرى أوراق باش يستقلوا. الشعب الجزائري ما يعطيولوش طريحة. الشعب الجزائري ما فيش حد يعطي له طريحة، وما فيش حد يعطي له طريحة، وقادر هو يعطي الطرايح. لكن هذا كابوس نتاع تاريخ. احنا نفضل نسامح، ندور الأوراق، ما نسامح، لكن ما ننساش باش انت ما توقفش وتقول حقرونا. لا، ربما قالها رئيس الدولة حين ذاك في اندفاع قوية، قال حقرونا من منطلق أن ما كانش عندنا طيران ولا دبابات ولا كنا عاد جيش تحرير. لكن الخاص والعام الكبار والصغار يعرفوا بلي قادرين نصمتوا، قادرين نصبروا، لكن ما نتحقروش على الإطلاق. أبشركم بخير، سنصبح شبل الأسد،
سنصبح شبل الأسد. البلاد تخرج من محنة وتخرج بكم وتخرج بلا بكم وتخرج مع الأعداء وتخرج مع الأصدقاء وتخرج أحب من أحب وتخرج كره من كره، لكن تخرج من هذه المحنة والزمان كشاف. وستروا الجزائر ساطعة كالشمس، ساطعة كالشمس. عزيزة الجانب، مهابة